الله، تحياتي للشعب السوري، لك تحياتي لأهلي وناسي. أصدقائي المشاهدين بكل بيت، أعزائي المتابعين بكل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بطو مردين فيديو جديد. حبايبي كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. تحياتي لكم، أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة وفيديو جديد. بداية يا جماعة الخير، وكالعادة ومثل ما تعلمنا خلينا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو اليوم أصدقائي وصلنا من العراق ومن أخونا حيدر. حيدر بيقول: مرحبا باتو، شلونك؟ جهزت لك فيديو أتحداك ما تتأثر فيه، وهو سبب الترابط والأخوة بين الشعب السوري والعراقي. راح تتفاجأ من اللي راح تشوفه، أنا متأكد، واذكر اسمي حيدر من العراق. تحياتي لك يا حيدر، وتحياتي لكل الشعب العراقي، الله يحفظكم وينصركم ويحميكم يا رب. وتحياتي كمان لأهل بلد سوريا، الله يحميكم ويحفظكم. وتحياتي لكل حدا بيتابعني. أصدقائي بصراحة عنوان الفيديو كتير جذبني. يا ترى شو هو سبب الترابط والأخوة القوية بين الشعبين السوري والعراقي؟ إذا بتسألوني أنا بقول لكم هذا الشيء بيمشي بالدم. يعني ما في سبب معين، لأنه هالشعبين يحبوا بعض. صدقا أصدقائي، نحن كشعبين سوري وعراقي دائما ما بعرف، بحس إنه بدمهم في نخوة، كرامة، غيرة وحب. فالشعبين كتير طيبين. وطبعا تحياتي لكل الدول العربية، كل العالم خير وبركة. بس نحن هذا الفيديو عم نحكي فيه عن سبب الترابط والأخوة بين هالشعبين. فكتير حبيت الفكرة، شكرا لك يا حيدر. هلا بدنا نروح نشوف الفيديو أصدقائي، بس كالعادة حطوا لايك. ستي بتسلم عليكم كتير السلام. وإذا انت جديد وعم تشوفني لأول مرة كمان بتمنى منك تشترك في زر الجرس، خلي لي قلبك، خلينا نكبر هالعائلة الحلوة لأكثر عدد من المشتركين بأقرب فرصة. وهلا يلا على الفيديو. اوكي أصدقائي، خلينا نشوف الفيديو. العراق وسوريا. اوه كفو، الله حلو. هذا تيك توك، كمان تيك توك. الله حي، والله الله حي، حلو. لا نحن ان شاء الله ايد بايد ما بنخلي لا فلسطين ولا اي دولة عربية كمان تقع. ايد بايد اقوى دائما، ايد بايد دائما اقوى. خلينا نشوف كمان شوي مقاطع. تعرفون ليش العراقيين يحبون السوريين؟ ليش؟ اول شيء لانهم اهل نخوه واهل شجاعه ومعروفين، هم من صلبنا واحنا من صلبهم، وما ننسى وقفتهم ويانا، فتحوا لنا ابوابهم واستقبلونا. الله الله على كلامك الجميل. سوري والدم عراقي، انطي روحي للصيديج. صديق الصديق صدقا، حلوة هاي صدقا حقيقة. سوري والدم عراقي، انطي روحي للصيديج. الله، نفس المآسي، نفس الحروب، نفس الدمار. والله مرينا بنفس المعاناة نحن كشعبين، ما بعرف ليش هيك عم بيصير فينا. دنيتنا هموقها خلتنا. اي والله ما تلقى. الله، الله حي. اصدقائي هون الشعب العراقي او الجمهور العراقي عم يرحب بالمنتخب السوري. هلا بيك، هلا وبجيتك، هلا. اللهم حي اصلكم. والله لهيك نحن قلب واحد وشعب واحد، لهيك نحن ايد وحده، وما راح يكون في شيء بالدنيا يفرقنا ان شاء الله يا رب. سراقيين نحن اصلا. الله، هي مو بس اخلاق الرياضة اصدقائي، هي اخلاق الشعوب، مثل اخلاق الشعب السوري والعراقي. ما شاء الله عليكم، عن جد احسنت يا حيدر، عن جد. كرمال يحس المنتخب انه بين اهله وجمهوره
ما في فرق ابدا بين جمهور سوريا والعراق. الله 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 على الجمال. الله حيوا العقيد بداره. الله محيي اصلكم والله، والله الله محيي اصلكم. ولسه بتقولوا له ليش سويت اغنيه عن العراق، ولسه في عالم تكتب باتو ليش ما سويت اغنيه عن سوريا. ما انا ذكرت هم سوريا والعراق بنفس الاغنيه، لانه نحن شعب واحد وقلب واحد ومعاناتنا وحده والشيء اللي عم نمر فيه واحد، فما في داعي ابدا للتفرقه يا جماعه الخير. انا بهدي هاي الاغنيه لكل العالم، بهدي هاي الاغنيه لكل شعب مظلوم. سوريا تبقى بالقلب. سوريا تبقى بالقلب. والله وانتم بالقلب والله. ان شاء الله نزرع المحبة لسه اكثر واكثر، مو بس بين الشعب السوري والعراقي، بين كل الشعوب، لانه بالنهاية كلياتنا بشر. الله نسور قاسيون واسود الرافدين. طبعا هذا الفيديو قديم، مبين انه قديم. نشوف هون كمان في فيديو ثاني. الله تحياتي للشعب السوري، لك تحياتي لاهلي وناسي. بالروح بالدم نفديك يا عراق، المنتخب السوري. الله محيي اصلكم، الله محيي اصلكم، والله العظيم شي بيرفع الراس. ارفع راسك انت عراقي. معلش شو صار؟ عراق مثل النار. الله يزيد المحبة يا رب، الله يزيد المحبة بين الشعبين، والله يزيد المحبة بين كل البشر. لأنه هلا الفيديو تمام خلص، لأنه صدقا يا جماعة الخير نحن كشعوب بتمنى منكم هلا تسمعوا هالكلمتين مني. نحن كشعوب لازم كلياتنا نحب بعض بعيدا عن كل شيء اسمه طائفة ودين وقومية وكل شيء بيفرق بين البشر. نحن أولا وأخيرا بشر، يعني أول شغلة لازم الإنسان لما بيطلع فيها بيطلع على الإنسانية، هذا الإنسان منيح أو سيء. بس طبعا تحياتي للشعب السوري والعراقي، أثبتوا عن جد إنه هن أخوة وراح يضلوا أخوة مهما صار، لأنه روحهم وحدة ومعاناتهم وحدة والحرب اللي مروا فيها وحدة. فما في فرق أبدا، سواء أنا عشت بالعراق أو أخ لإلي عراقي عاش بسوريا، كمان بنضل عايشين ببلدنا، نحن سراقيين وللأبد. تحياتي لك يا حيدر، عن جد أبدعت، وشكرا كتير لك على هذا الفيديو. ما بعرف شو بدي أحكي بصراحة، مثل ما شفتوا هاي كانت ردة فعلي. بتمنى انتم كمان تكتبوا لي بالتعليقات اصدقائي شو رايكم. بس هلا بعد هذا الموضوع اصدقائي بدي احكي كلمه بصراحه. مثل ما بتشوفوا اصدقائي هلا اخر 6 فيديوهات عندي بالقناه قام اليوتيوب بحذفهم لسبب انا كمان ما بعرفه، ولا وصلني ايميل ولا وصلني اي شيء. عباره الفيديوهات انحذفوا، وهلا راح تشوفوا كمان صوره راح تطلع على الشاشه كاتبين انه محتوى غير ملائم ومرفوض. والله العظيم لا كان محتوى غير ملائم ولا شيء. تواصلت مع اليوتيوب وان شاء الله يا رب يقدروا يرجعوا الفيديوهات. انا كمان مثلكم ما بعرف ليش عم نتحارب، شو هو السبب، شو هو الشيء السيء اللي انا مساويه مع العالم. بالعكس دائما بدعو للحب، بدعو للخير، بدعو للابتعاد عن المشاكل، ابتعاد عن العنصرية. فما بعرف، بس انا مثل ما علمتكم قوي وراح ضل قوي وراح كمل معكم ان شاء الله يا رب، لانه انا بدونكم ما فيني اعيش. يخلي لي قلبكم، شكرا كثير لكم لمتابعتكم اصدقائي. طبعا اذا انت جديد وعم تشوفني لاول مره كمان بتمنى منك تشترك، تفعل زر الجرس، خلي لي قلبك، خلينا نكبر هالعائله الحلوه لسه لاكثر عدد من المشتركين باقرب فرصه.
انستغرامي عم يطلع هون اصدقائي، بتمنى منكم كلياتكم تعملوا لي متابعه على الانستغرام، شوفوا يومياتي. بنهايه الفيديو ما فيني لكم غير ديروا بالكم على حالكم، يخلي لي قلبكم. بشوفكم بكره ان شاء الله بفيديو جديد. كان معكم اخوكم باتو ماردين.